السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشارك معكم شخشوخة بالمرق. راح نديرو كل المراحل وبالتفصيل مع بعض، ابتداء من العجين إلى طريقة بسط العجين. ودرت لكم زوج طرق، طريقة العادية يعني اللي كامل يخدموا بها، وطريقة للمبتدئات اللي يلقاو صعوبة سواء في بسط العجين أو لما يرفدوه ويحطوه في الطاجين. عطيت لكم قدر الدائرة اللي راح تخدموا بها ورق الزبدة، عطيت لكم وزن الكرية باش يجي متناسب مع ورق الزبدة، معناتها ان شاء الله كامل راح تجيكم الطريقة سهلة. والمبتدئات اللي يحبوا يتعلموا عندهم القلب، نضمن لكم ان شاء الله راح تديروا هذا الورق وبكل سهولة. وشاركت معكم كذلك المرق يجي حمر، يجي خاطر بزاف بنين، راح تجي الشخشوخة ديالكم من اروع ما يكون ان شاء الله. وكالعادة راح نبداو الفيديو تاعنا بالصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اللي مازال ما ضغطش على زر اللايك، نذكركم اللايك للفيديو فضلا وليس امرا، هكذا باش ينتشر هذا الفيديو على نطاق واسع ويستفادوا ناس واحد اخرين. راح نقولوا بسم الله وعلى بركة الله وندخلوا مباشرة في مقادير العجين. راح نوري لكم الماركه تاع السميد اللي خدمت بها، يعني سميد ماما نتاع 2 كيلوغرام، السميد الناعم كامل. والفارينه خدمت بسيم متعدده الاستعمالات. هنايا راح ناخذ ريسيبيون ولا غرفيه، راح ندير بها 3 كيلات. هنا ما تهمكمش الكيله، يعني استخدموا اي كيله تكون متواجده عندكم في المنزل. درت 3 كيلات تاع سميد ناعم وكيله من الفارينه. هنا عندي هاد الرشه الصغيره تاع السكر، يعني حوالي نص ملعقه كبيره، هكذا باش هذاك الورق تاع الشخشوخه ياخذ هذيك التحميره الشابه اللي شفتوها كامل في بدايه الفيديو. انا خلطت كامل المكونات، يعني الملح راح نضيفه لاحقا. أنا كذلك حاولت نكيل لكم الكمية تاع الماء هكذا باش تكون مضبوطة، يعني الكيلة الأولى فرغتها كامل في البداية، والكيلة الثانية كذلك راح نضم بها كامل هاد الكمية تاع العجين. تبقى لي شوية هاد العجينة راح ندلكها باليد، راح تبقى لي شوية تاع ماء من الكيلة الثانية، يعني كذلك راح نستخدمها كاملة. راح نبقى نرش هاد العجين بشوية وندلك وهكذا، وكذلك راح ندخل به هذيك الكمية تاع الملح اللي مازالت لي. معناتها راح نديرو 3 كيلات تاع سميد، كيلة من الفارينة، وزوج كيلات من الماء. بالنسبه للكميه تاع السكر والكميه نتاع الملح، يعني اذا الريسيبيون تاعكم كان قد الريسيبيون تاعي، يعني هذاك الريسيبيون الكبير كامل اللي تاكلوا فيه لاصوب، يعني انايا الكميه تاع السميد هذوك 3 كيلات تقريبا خداو لي حوالي كيلو و800 غرام. راح ديروا يعني نص مغرف كبيره تاع السكر وحوالي نص ملعقه كبيره من الملح. اذا استخدمتوا الكيلات تاعكم يعني تكون صغيره، مثلا هذوك 3 كيلات تاع سميد ولا يطيحوا لكم حوالي 1 كيلوغرام، راح ديروا مغرف صغيره تاع السكر ومغرف صغيره من الملح. يعني الملح والسكر راح يكونوا بالعين على حسب الكميه تاع السميد والفارينه. ان شاء الله هاد النقطه فقط تكون واضحه. بالنسبه لدلك العجين، يعني في القناه درت لكم 3 طرق لدلك العجين، واحده درتها لكم بالخلاط الكهربائي، واحده درتها لكم بالبغا ميكسور، وواحده درتها لكم بالطريقه تاع لا كوكوت. هذه الطريقه حبيت ندلكها عادي كما الطريقه التقليديه، معناتها نديروا العجين تاعنا شويه يابس، ومن بعد نخلو كميه من الماء نبداو نطرو فيه بالعقل بهذيك الكميه تاع الماء، ونضيفوا له يعني الملح في الاخير كامل. هذه هي الطريقه التقليديه لدلك العجين، حبيت كذلك نديرها لكم هكذا. يكونوا عندنا 4 طرق لدلك العجين، سواء تاع ورق الشخشوخه ولا المحاجب ولا المعارك. هاي ليك شوفوا، يعني دلكت العجينه تاعي مليح مليح باليبس ولا بالنشاف دون اضافه الماء، ومن بعد بديت نرش فيها بالعقل بالعقل. انا راح ندلك هاد العجينه مبدئيا حوالي 5 دقائق، وبعدها نبدا نضيف لها في الماء. انا شوفوا يعني حبيت نوري لكم الطريقه بالتفصيل. صح الوقت تاع الفيديو راه شويه طويل، لكن نضمن لكم لو كان تكملوه للاخير، وخصوصا المبتدئات يعني راح تستفادوا بزاف. وهاد العجينه يعني راهي متعدده الاستعمالات، تقدروا ديروا بها المحاجب، تقدروا ديروا بها المعارك، يعني كيما حبيتوا. هاي ليك درت كميه من الماء، وراني ندخل هذيك الكميه تاع الماء في العجين. لما نحس العجينه يعني شويه نشفت لي، نبدا يعني ندير هذه الطريقه. هاي ليك معناتها ندلكو كيما حنا نقولوا بالدرجه بالدبزه. لما ندخلوا هذيك الكميه تاع الماء نبداو ندلكو بكف اليد. هنا العجينه شوفوا مازالت يابسه، ما نقدرش نحبس في هذه المرحله. شوفوا الكميه تاع الماء اللي بقات لي من الكيله الثانيه، راح نكملها ان شاء الله كامل. لازم كي نحط العجينه فوق سطح العمل يعني نحسها كي شغل تلقط روحها شويه.
هنا هايليك الكمية تاع الملح اللي هي حوالي نص ملعقة كبيرة. بالنسبة للكمية تاع السميد قلت لكم هذاك الكيس البرتقالي تاع 2 كيلوغرام من السميد خليت منه حوالي 100 غرام فقط، معناتها استخدمت من كيلو و800 إلى كيلو و900، وزدت لهم هذيك الكيلة تاع الفارينة، يعني استخدمت عجينة كبيرة الله يبارك. هاي ليك يعني قسمتها على 2، وحده درت بها هذه الشخشوخة وكمية خليتها، ربما راح نزيد ندير لكم بها وصفات واحد اخرين في الايام القادمة. هاي ليك الكمية تاع الماء اللي بقات لي، هكذا حبيت نوريكم بلي يعني الكيلة الثانية تاني تكملتها كامل. انا شوفوا اللي ما يعرفش يدلك يعني بالدبزة راح تفتحوا هاد اليد كيما راكم تشوفوا وديروا الدبزة تاعكم لداخل وتبداو ديروا هاد الحركة، يعني طريقة سهلة فقط تتعودوا عليها شوية وراح تجيكم يعني بزاف سهلة. هاي ليك لما تكملوا يعني هاد المكان كامل شوفوا يعني دلكتو كامل بالكف، راح نجيب هذاك الجزء الفوقاني اللي مازال ما دلكتوش، هاي ليك راح تحكموا هكذا بالاصابع تثنوه وتعاودوا ديروا يعني نفس الطريقه، هكذا تضمنوا بلي العجين تاعكم يعني كامل تدلك لكم بالتساوي. هنايا يعني نسرع في الفيديو شويه. هاي ليك العجينه تاعي تقريبا يعني راهي مدلوكه مليح مليح، الدلك كامل ولا الوقت تاع الدلك يعني دلكتها حوالي 10 الى ربع ساعه. راح ندير كيس بلاستيكي نجيب ريسيبيون ونغطيها هكذا باش ما يدخلهاش الهواء، وهنايا يعني نتوما كيما حبيتوا، اذا كان عندكم الوقت مثلا تدلقوها في الصباح وانتم راح تخدموها العشيه ديروها الصباح وخلوها ترتاح يعني في علبه تكون محكمه الغلق، اذا درتوها في الليل مثلا تقدروا تخلوها في الثلاجه حتى من غدوه ذاك وتخلوها تاخذ درجه حراره الغرفه، من بعد تبداو يعني ديروا هذوك ليبول وتكسلوا العجين تاعكم هنا كيما حبيتوا. العجين تاع الشخشوخه المحاجب المهارك كل ما ارتاح كل ما راح يمد لكم نتيجه افضل. انا خليتها ارتاحت حوالي نص ساعه فقط وبديت نخدم بها. هاي ليك هنا راح نديروا ليبول، راح ندير كريات عاديين يعني اللي شفتوا بهم الطريقه الاولى هذه كامل في البدايه، وراح ندير كذلك كريات صغار للمبتدئات، يعني المبتدئات ننصحكم صغروا الكريات وراح تكسلوهم وبكل سهوله. ان شاء الله فقط تجربوا الطريقه وتبعثوا لي تطبيقاتكم. هامليك هذوك ليبول صغار، هامليك دوكا نوزن لكم اليبول هكذا باش تكون يعني الطريقه مضبوطه 100%. درت لهم الزيت وغطيتهم بكيس بلاستيكي وخلوا اليبول تاعكم يعني يرتاحوا، كل ما يرتاحوا كل ما راح يتكسل لكم تمتم. الكريه الصغيره ديروها من 45 الى 50 غرام، والكريه الكبيره راح يكون الوزن تاعها حوالي 80 غرام. وهنايا كل وحده والمريض تاعها، يعني المريض تاعها كبير تحب دير البول حوالي 80 غرام، اللي المريض تاعها صغير تحب ديرها حوالي 45 الى 50 غرام. كذلك القطر تاع الدائره اللي خدمته شوفوا يعني انا كنت ديجا خدمت بها ومن بعد تفكرت بلي ما قصت لكمش، يعني حوالي 28 ونص الى 29 سنتيمتر تقريبا. هاد القطر تاع الدائره اللي خدمته بورق الزبده يعني راح يطيح لكم سوا سوا مع الوزن تاع الكريه تاع العجين. الان شوفوا يعني هذه الطريقه اللي نخدم بها انايا، يعني انا ما نكسلش العجينه بزاف فوق سطح العمل، نكسلها يعني صغيره ولما نحطها فوق العجين يعني نبدا نجبد لها في هذوك الاطراف. لما تكون يعني عندكم كميه من الورق اللي طيبتوها من قبل يعني حوالي 10 ورقات ولا كشغل راح تولي لكم قاعده لباقي العجين، يعني تكون كشغل عندكم حاجه متماسكه ولا يابسه تحطوا فوقها العجين، يعني راح تحطوه صغير فقط وتبداو تكسلوا في الاطراف، لكن حاولوا تكونوا سريعين شويه، يعني العجين غير تحطوه بداو تكسلوا فيه، لانه لو كان ما تكسلوش تمتم لما تحطوا العجينه راح يسخن لكم بهذاك الورق اللي من تحت، ولما تكسلوا فيه يعني راح يتقطع لكم، ولهذا لازم تكونوا يعني شويه خفاف. هاي ليك يعني ندير كوريا وندور ونزيد ندير واحده اخرى وندور وهكذا حتى يعني نطيب حوالي 25 30 ورقه. وهنا علاه يعني ما نطيبش بالورقه ولا ندير يعني 6 ولا ونحبس فقط، كل ما تكثروا يعني هاد الاوراق تاع الشخشوخه يعني راح يطيبوا لكم على البخار. لما تكثروا ورقه فوق ورقه ورقه فوق ورقه هذيك السخانه راح تبقى لكم الدور داخل هذوك الورق تاع الشخشوخه وراح يطيب لكم يعني مليح مليح. هاي ليك شوفوا هذه التحميره الشابه الخفيفه جاتكم من هذيك الكميه تاع السكر اللي ضفناها في البدايه، يعني انا الورق تاع الشخشوخه نديرو شويه سكر، كذلك المحاجب مرات ندير لهم السكر، والورق تاع المهارك يعني ندير له ملعقه كبيره من العسل، يعني تمد له واحد اللون روعه روعه. ان شاء الله كذلك راح نشارك معكم هذه الوصفه في الايام القادمه ان شاء الله.
بالنسبة لنوعية السميد اللي خدمت بها كيما شفتوا أنا خدمت بسميد ماما، يعني رقيق كامل. وسميد ماما يعني تقريبا راه نادر في الأسواق، يعني قليل وين تلقاوه. أنا أصلا ما لقيتوش، يعني وصيت أختي الكبيرة شرته لي من غاية من عيسات. يعني كاين واحد الكروسيس تاع سميد راه يجي فيه، لكن يعني الكمية يحطها منا يشروها منا. إذا لقيتو السميد تاع ماما وهذا يعني تاع 2 كيلوغرام، هذا الكيس البرتقالي شفتوه كامل في البداية تاع الفيديو، راح تشروه يعني راح يمد لكم نتيجة ممتازة. إذا ما لقيتوش يعني استخدموا أي سميد تكونوا مالفين تخدموا به. هاي لك النتيجة اللي تحصلت عليها. أنا الكمية تاع العجين مثلا نقسمها إلى 60 كرة، 30 نطيبهم في مرة و30 نطيبهم في مرة. هاي لك النتيجة اللي تحصلت عليها. راح نروحوا لطريقة البسط الثانية، واللي هي طريقة خاصة بالمبتدئات، يعني طريقة بزاف سهلة، وإن شاء الله بإذن الله يعني كامل تعتمدوها، ونأكد لكم بلي راح تنجحوا فيها 100%. هنايا راني نحاول نحمر الأطراف، يعني تحبوا تحمروهم بهذه الطريقة هكذا باش ياخدوا كامل يعني تحميرة شابة. تحبوا تحمروا الأطراف تاعكم بهذه الطريقة اللي راح نوريها لكم دركا. هاي لك، يعني راح تثنوا هذاك الورق تاع الشخشوخة على 2، هاي لك، وبعدها نزيدو نثنوه على 4، وبعدها يعني راح نحاولوا نوقفوه على هذوك الأطراف هكذا، يعني باش يتحمرونا كامل وبنفس القياس. هاي لك النتيجة اللي تحصلت عليها. هاي لك راح نرفدهم مباشرة ونوري لكم الطريقة بسرعة للمبتدئات. راح تاخذوا ورق الزبدة، راني وريت لكم القطر وشحال. تاخذوا الكرية هذيك الصغيرة اللي الوزن تاعها بين 45 و 50 غرام، وحاولوا تبسطوها عادي. هاي لك، انا خديت السكين فقط باش نرفدها من فوق سطح العمل، لانه لما ديروا لها الزيت يعني تلصق. هاي لك شوفوا يعني رفدتها بكل سهولة، ونحطها كذلك في الطاجين وبكل سهولة. راح نعيو هذا ورق الزبدة، راح نزيدو نستعملوه مرة واحدة أخرى، وهنا يعني تمتم حاولوا تقلبوا هذيك الورقة. هاي لك، نزيدو نروحو نبسطو كرية واحدة أخرى، وهكذا حتى نكملوا كامل الكمية تاع العجين اللي عندكم. هاي لك، فقط يعني النار هنا ما قلت لكمش عليها، يعني النار تكون هادئه تماما، ما تكون لا متوسطه لا قويه، نار هادئه تماما هكذا باش هاد الورق يعني يقعد لكم طري كيما راه وما يبسلكمش في الطاجين. انا ربما الطريقه تكون واضحه اللي موالفين يخدموا يعني الورق تاع الشخشوخه ويعرفوا يعني العجين، لكن بالنسبه للمبتدئات ان شاء الله راح يكون فيديو مفيد جدا. يعني نتمنى يعني تطولوا بالكم معايا، مام اللي يكونوا محترفين في صنع العجين، يعني توجور تفكروا باللي عندكم بناتكم مام يكونوا صغار يعني راح يكبروا ربما راح يشوفوا هذا الفيديو، يعني هذا الفيديو راح يكون مفيد بزاف ليهم وراح يتعلموا هما كذلك. كاين يعني اللي ما يحبوش يتعلموا من عند وحده تكون قريبه لهم، يعني يحبوا يتعلموا من اليوتيوب ولا من عند وحده برانيه، يعني راح تقرب لهم الفكره اكثر فاكثر، يعني هذه تصرى بزاف. هاي ليك، يعني نكملوا بنفس الطريقة تنتحصلوا على هذا النتيجة. أنا يشوفوا يعني ما كانش فرق بين الطريقة الأولى وهذه الطريقة، وربما يعني هذه الطريقة راح تمد لكم نتيجة أفضل. هاي يعني شوفوا الورق كامل جا رقيق، جا بزاف شباب. حاولوا تضبطوا النار تاعكم فقط باش تقدروا تحصلوا على نتيجه مليحه، يعني خلوها كي شغل شمعه كي شغل راح تطفى هكذا باش يطيب لكم هاد الورق كيف كيف وما يتحرق لكمش داخل الطاجين. شوفوا هنا يا اما الورقه يعني تلقاوها صفرة كامل، يا اما تلقاوها دوغي شويه فقط. هنا بعد ما كملت كامل العجين، شوفوا النتيجه اللي تحصلت عليها. هاي لك يعني النتيجة روعة. تقدروا هاد الورق يعني ما تفتوهش ديروه في تاع الشخشوخة، تقدروا يعني فقط ديروا له المعجون ديروا له السمن يعني كيما حبيتوا، وتشربوا به قهوة حليب يعني راح يجي بزاف بنين. هاي لك، انا تحصلت على هاد الكمية، راح نوريكم في عجالة كيفاش راح نفتو هاد الورق. شوفوا يعني انا ندير الورقه شويه كبيره لانه الورق يعني يجي بزاف خفيف، لو كان يعني تصغروا هذاك الفتات يعني راح يذوب لكم كامل داخل المرق وراح تتعجن لكم، ولهذا كبروا الورق تاعكم هكذا يعني باش تجيكم الشخشوخه مليحه. هاي لك، يعني قطعوا تقطيع عشوائي. تحبوا تاخذوا هذا الورق تاع الشخشوخه يعني ديروا ورقه فوق ورقه 5 ولا 6، ومن بعد تقطعوهم بالمقص، كذلك لكم الاختيار. لكن الشغم تاع الشخشوخه يعني اللي تجيب المرقه هو انكم تقطعوها بهذه الطريقه، يعني تقطيع عشوائي. تحبوا هاد الاطراف يعني تنحيوهم، تحبوا تخلوهم اذا كانوا رقاق يعني كيما حبيتوا. هاي ليك، انا راح نكمل الكميه اللي عندي كامل بنفس الطريقه وراح نتحصل على هذا النتيجه.
يعني شوفوا كيفاش جا الورق، جا ما شاء الله. ان شاء الله كامل تجربوا الوصفة في منازلكم وتنجحوا فيها ان شاء الله. راح نروحوا الان للمرق. يعني كانت عندي كمية من اللحم ودرت فخذ تاع الدجاج، يعني درت اللحم بزاف ودرت فخذ تاع الدجاج فقط. تقدروا ديروها بالدجاج فقط وديروا مرسو تاع اللحم، تحبوا ديروها باللحم فقط، تحبوا ديروها بالدجاج فقط، يعني كل وحده واش عندها في الدار. هنا عندي 4 حبات تاع طوماطيش سكرفجتهم في السكرفاج. عندي كذلك 3 حبات من البصل، والبصل تاعكم يعني ما تقدروش ديروه في الاشواق وما تقدروش تسكرفجوه في السكرفاج، ضروري تقطعوه بهذا الشكل. يعني الوصفه البصل تاعكم لازم يكون هكذا مكعبات صغيره. عندي ربطه تاع حشيش كزبر حنقسمها على زوج، نص راح نديرو في البدايه ونص راح نديرو في النهايه، والحار كذلك واحد نديرو في البدايه واحد نديرو في النهايه. اللي ما يحبش الحار يعني خلوه هكاك مغلوق. راح يطلق لكم البنه فقط. توابل عندي ملعقه كبيره من الكزبر المرحي، ملعقه كبيره من البابريكا ولا فلفل عكري، نص ملعقه كبيره من الملح، وعندي شويه البودره تاع الحار. هذا فلفل دريس ولا الفلفل الاحمر المجفف شمخته في شويه ما سخون وراح نخليه جانبا. بعد نقول لكم واش نديرو به. اللي ما يحبوش الحار بطبيعه الحال راح يستغناو على الحار في الوصفه نهائيا. هنا بالنسبه للطماطم عندي ملعقه كبيره من معجون الطماطم، يعني هذاك اللي نشروه، والكميه الاخرى يعني هو معجون طماطم منزلي الصنع. اذا حبيتوا راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. هنا عندي هاد الفصوص تاع الثوم راح ندير لهم شويه تاع ملح فقط وراح ندرسهم. نزيد ندير لهم كذلك هاد الفلفل الدريس وراح ندرس يعني كامل هذيك الكميه تاع الثوم الملح والحار ونخليهم جانبا. هنايا راح نجيبو غيسيبيون، راح نجيبو اللحم تاعنا ولا الدجاج، نحاولوا نفرغوا عليه الكميه نتاع الثوم والحار، نزيدو نفرغوا عليه التوابل معجون الطماطم، وراح نحاولوا يعني نغطوا كامل الكميه تاع اللحم ولا الدجاج بهذه التوابل والطوماطيش. بالنسبه للطماطم المصبره يعني حاولوا ديروا ملعقه كبيره ونصف. انا فرغت هذاك الماء اللي شمخت فيه الحار، يعني هذاك الفلفل المجفف اللي يجي شويه منفخ ماهوش حار بزاف، هذاك الرقيق الصغير هو اللي ما ديروش اذا كنتم ما تحبوش الحار. هاي ليك راح نجوز كامل هذيك الدرسه هذيك الطوماطيش. يعني تقدروا في البدايه حطوا معجون الطماطم، حطوا التوابل، ديروا هذاك الثوم وهذاك الفلفل دريس، هذاك الماء اللي شمختوا فيه هذاك الفلفل، خلطوهم بالكامل وبداو يعني ارفدوا شويه وحطوا على هذاك اللحم والدجاج حتى نتكملوا كامل الكميه. هاي لك يعني بهذه الطريقه تجيكم المرقه يعني فيها واحد البنه تجي خاطره، هذاك اللحم يعني يجي بزاف بنين. راح ندير هنا شويه زيت من الفوق فقط، ومن بعد يعني راح ندير السمن في المرق. راح نغطيها بالبابي فيلم ونخليها هنا. يعني تقدروا ديروا هذه العمليه في الصباح كامل اذا كنتوا راح تطيبوا هاد الشخشوخه للعشاء، تقدروا ديروها في الليل وتخبوها في الثلاجه. كل ما خليتوا هاد اللحم في التتبيله راح تحصلوا على نتيجه افضل. انا خليته حوالي ساعتين ولقيته بهذا الشكل. هاي ليك الان راح ناخذ لاكوكوت ديالنا، راح ندير فيها ملعقه كبيره من السمن. انا الزيت ما راحش ندير لانني درت في الكميه تاع اللحم. تحبوا يعني تزيدوا شويه زيت عينكم، هي ميزانكم، كل واحد كيفاش يحب. كاين اللي يحب الماكله تاعو تجي شويه ميدومه، كاين اللي ما يحبش، لكن انا نفضل في الاطباق التقليديه يعني ديروا ليدام هكذا باش تجي الماكله تاعكم يعني بزاف بنينه. فرغت هذيك الكميه تاع البصل، راح نقلب شويه هذاك اللحم. بعد ما تقلى لي حوالي دقيقه ندير الغطاء نخليه دقيقه زوج فقط ونعاود نرجع ليه. هاي ليك هذيك الريسيبيون ضروري تشلوها من كامل هذيك الطوماطيش هذوك التوابل اللي لصقوا فيها. هاي ليك راح نفرغ الكميه تاع الطوماطيش تاع الحب. قلت لكم درت حوالي 3 إلى 4 حبات، سكرفشتهم في السكرفاج فقط. فرغت هذاك الماء اللي شللت به هذيك الغيسيبيون. الان راح نديروا الغطاء ونخلوها تتقلى بين 5 و10 دقائق. حاولوا تخلوها هاد المده، يعني هاد المده اللي تخلوا فيها اللحم ولا الدجاج تاعكم يتقلى حوالي 5 إلى 10 دقائق، راح تمد لكم واحد البنه للطياب تاعكم روعه روعه. وكذلك هي اللي راح تمد لكم هذاك الوجه تاع القدر، يعني لما تفتحوا لاكوكوت ولا الطنجره يعني تلقاوها تشهي وتعرفوا بلي هاد الماكله اللي طيبتوها بنينه ولا لا. شوفوا الوجه تاع الطنجره تاعي، يعني انا صورت لكم، يعني هنا مازال ما طابت ما والو، فقط هذيك التقليه وتحسوا بلي الماكله تاعكم يعني صح راح تجي بنينه. درت هذيك الربطه تاع الكزبر ودرت هذاك الراس تاع الحار. راح نغلق على لاكوكوت تاعي ونخليها طيب. اذا درتوا الدجاج وحده فقط يعني ربع ساعه راح تفتحوا وتنحوا الدجاج تاعكم، تحطوه جانبا. تحبوا تخلوه هكاك، تحبوا تحمروه من بعد، لكم الاختيار. انا بما انني خلطت مع بعض راح نحي هذاك الفخذ تاع الدجاج فقط، ونحي هذيك الربيطه تاع الكزبر راح نحاول نقطرها من كامل هذيك المعرق اللي فيها. وهذا اللحم راح نخليه يزيد حوالي 10 ربع ساعه هكذا يعني باش يطيب لي بالطبع.
هنا شوفوا اذا لقيتوا يعني المرقه تاعكم شويه بزياده حاولوا تخلوها مكشوفه كيما راهي هكذا باش يتبخر هذاك المرق ويتركز. لكن يعني نوصيكم حاولوا تخلوا كميه مليحه من المرق، ماشي تقولي المرقه تجيني خاطره تروحي تنشفيها كامل، هذه ماشي مرقه تاع طعام، هذه مرقه تاع الشخشوخه، وضروري تكون عندك كميه من المرق لا باس بها هكذا باش تقدري تشمخي الكميه تاع الشخشوخه اللي عندك. وكذلك يعني هنا شوفوا كيفاش راني ندير. هنا خديت نجره يعني راح نجمر فيها هاد الشخشوخه، نديرها فوق النار ونقص لها يعني كي شغل راح تطفى. ندير كميه من المرق، ندير الورق تاع الشخشوخه، لما نشوفو تشرب نزيد نعاود ندير كميه من المرق ونزيد ندير الشخشوخه وهكذا حتى نطيح في القوام المناسب. وهنا الملاحظه الاخرى اللي نقولها لكم، يعني لما تكملوا كامل تشرب تاع الشخشوخه حاولوا تخلوا فيها كميه مليحه من المرق، ما تجي يعني تزينيها في طبق التزيين وتحطيها في الطابله حتى تكون شربت لك هذيك الكميه تاع المرق وتجيك سواسوا. اذا درتيها يعني ناشفه هنا في البدايه لما تكوني تجمري فيها راح تجيك ناشفه بزياده وما راحش تجيك بنينه. وكذلك حاولي تخلي كميه من المرق حطيها بجنب الشخشوخه ديالك، يعني هكذا اللي يحب المرقه بزياده راح يزيد يعاود يسقي. هاي لك النتيجه اللي تحصلت عليها. شوفوا يعني المرقه ما زالت فيها. دوكا راح نروحو نحطوها في طبق التزيين ونوري لكم كذلك الطريقه تاع التزيين هكذا باش الوصفه ان شاء الله تكون كامله ومكمله وكامل ان شاء الله راح تنجحوا فيها ومن المره الاولى. هاي ليك. يعني هنا نسيت ما قلت لكمش ملاحظه، لما تكونوا تسقوا في هذه الشخشوخه حاولوا تاخذوا شويه من هذوك الدسم اللي من الفوق حطوهم بجنب. لما يعني تحطوا الشخشوخه تاعكم في طبق التقديم راح تحكموا هذاك اليدام وتسقوا به كامل من الفوق هكذا باش الشخشوخه تاعكم يعني تجي بنينه او تشهي. بالنسبه للتزيين خديت الحار الاخضر قطعته مكعبات صغيره وزدت درت لها شويه كزبر من الفوق. دوكا يعني راح ندوقوا مع بعض. شوفوا الشخشوخه تاعي يعني جات بزاف بنينه، جات صراحه يعني معسله. شوفوا المرقه يعني كاين فيها كميه من المرق ماهيش ناشفه. ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم ونالت رضاكم، ان شاء الله الفيديو ما يكونش ممل وتستفادوا يعني ولو القليل. نتمنى ان شاء الله كامل تجربوا هذه الوصفه وتبعثوا لي تطبيقاتكم على الانستغرام، الرابط تلقاوه في صندوق الوصف. في النهايه ما عليا الا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.